النهارده كده تعالوا بينا نشوف ايه حكاية المكبس الممبار او اللي بيحشي الممبار بكل سهولة اللي طالع ترند قوي ده. تعالوا كده نجربه مع بعض النهارده. هو في معظم الصور بيبقى محشي لحمة مفرومة، يعني الجهاز بيستخدموا فيه لحمة مفرومة، بس احنا هنبتدي الفيديو كده بتاعته. الاول هنجرب فيه المحشي الممبار بتاعنا العادي، ان احنا هنحط فيه الرز بتاع الحشو. الاول كده بيجي معاه 3 مقاسات للقمع بتاعه، من الحجم الصغير والوسط والكبير، وليه ناحيتين كده موجود مفتوح منه، والناحية بتتحط فيه مقاس القمة بتاعك، والناحية التانية اللي بيتضغط بيها المكبس. تمام، هنبدأ نحط كده الحشو بتاعنا داخل المكبس. المفروض ان انا املاه عادي، شيء طبيعي يعني. فانا مجهزه الممبار بتاعي كمان، وهستخدم وهجرب فيه مقاسين، مقاس ممبار صغير ومقاس ممبار كبير. بس هل هينفع معانا الاول ولا لا، ويستحق ياخد ترند ولا لا؟ بس الاول لو عجبكم فيديوهات الريفيوهات عن المنتجات، يعني بدل ما تجيبوا الحاجه وتدبسوا فيها، يا ريت ما تنسوش تدعموني بلايك. كده ضغطت الرز كده لجوه، وهكمل باقي، يعني ان انا اكمل المكبس لاخره كده رز، عشان ما اقعدش كل شويه افتحه. ونشوف بقى النتيجة بتاعته كده، هل هيطلع حلو ولا وحش، هيبقى عملي معانا ولا لأ. من الحاجات كتير اللي البنات دلوقتي بتجري وراها، او ستات البيوت اصلا، عشان توفر على نفسها وقت. خلاص كده عملت الرز كله. هقفل من الناحية التانية، من الناحية اللي انا بضغط بيها مكبس الممبار ده. اصلا انا كنت هجربه كمان في المحشي البدنجان والكوسة والكلام ده، على اساس انه يسهل عليا كتير، بس من الفيديو الجاي نحاول نعمل بيه كده حاجه زي السجق والكلام ده. انا كده خلاص حطيته، بوريكم ان هو كده بيبقى القطع الثالث اللي هضغط بيها طويله قوي لورا كده، عشان اضغط الرز وادخل الممبار في القمع بتاعه كده من قدام. بس هجرب الاول مقاس الممبار الحجم الكبير. تمام، هاخد كده صباع الممبار بتاعي متقطع، وفي ناس ممكن ما تقطعوش على اساس انها تدخل الممبار كل مره واحده وبعدين تقطع. بعدين هدخله كده، وبعدين يفضل يخش لجوه كده للاخر. يعني هجيب طرف قطعه الممبار دي من قدام كده، عشان ابدا احشي واشده. تمام، بدخله كده زي ما انتوا شايفين لحد قبل الاخر بشويه. تمام، وابدا اضغط بقى بمكبس الممبار، ونشوف هيخش الممبار هيخش في الرز ولا لا، وعملي ولا لا. نركز كده في شكل الممبار، الطبق اللي تحت هيبقى عامل ازاي دلوقتي. القطعه اللي فوق دي كانت مكسوره، يعني في الشحن بتاعها جت مكسوره، بس هي ملزوقه لزق كويس جدا، مش هو اللي بيسرب، مش هو اللي انتوا شايفينه ده كده دلوقتي. اللي بيحصل ده دلوقتي اني انا بضغط الرز لجوه، المكنه كده عصرت لي كل الميه اللي جوه حشوه الرز ذات نفسها، وخرجت لبره. بقى الرز عباره عن يعني رز من غير سائل خالص، من غير الصلصه بتاعته، بقى مضغوط وشكله مش لطيف نهائي، والرز مش راضي يخرج من الممبار. طب انا هعمل بعد كده ايه؟ انا خلاص يعني من اول واحد انا قفلت منه، خصوصا ان ده الحجم الكبير. الحشو اللي انا حشاه ده كده حشواه بايدي، مستخدمه القمع ذات نفسه بس، وبدخل اللي جوه. فكده الفيديو الجاي هنستنى نجرب فيه اللحمه المفرومه هل هتمشي ولا لا. بس هو كده لحد دلوقتي معايا اختراع فاشل. بس لو حد جربه غيري وشاف نتيجه ليه انا كده بستخدمه غلط، يا ريت يقول لنا في الكومنتات.